نحتفل اليوم في المدرسة الدولية للنخبة باليوم العالمي للغة العربية. هذه اللغة التي يحق لنا أن نفتخر بها، فهي ليست مجرد كلمات نتواصل بها، بل هي هويتنا وانتماؤنا. لنمر إلى الإلقاء، فالإلقاء هو فن وعلم له وقعه وأهميته وآثره على النفوس. فلنستمع إذن إلى القدرات الفذة على التأثير والإبلاغ. كن صديقي، كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج أحياناً إلى كف صديق وكلام طيب تسمعه، وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات، لا إلى عاصفة من قبلات. فلماذا يا صديقي لست تهتم بأشياء الصغيرة؟ ولماذا لست تهتم بما يرضي النساء؟ دمعة وابتسامة، تتبخر مياه البحر وتتصاعد، ثم تتجمع وتسير غيمة، تسير فوق التلال والأودية، حتى إذا ما لاقت نسيمات لطيفة تساقطت باكية نحو الحقول وانضمت إلى الجداول. ولو قتل الهجر المحبين كلهم، مضى بلد أجدت له صرما، منافعها ما ضر في نفع غيرها، تغدى وتروى أن تجوع وأن تظمى. عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني به علما، أتاها كتابي بعد يأس وترحة. أهرقت رحيقي ودست يا شعب كأسي، فتألمت ثم أسكت آلامي وكفكفت عن شعوري وحسي. أبو الفنون، ومن له أن ينكر ذلك؟ فالمسرح هو أول الفنون التي عرفتها البشرية، وهو جامعها، وهو نبض الحياة والرؤية الفنية للوجود. فما الذي أعده تلاميذنا من مقاطع مسرحية؟ أتدرون؟ هذا البالون يشبه حياتي كثيرا، يبدو جميلا مشرقا، لكنه هش جدا. أتذكر يوما قررت أن أجرب شيئا مجنونا لأكون سعيدا، مثل البالون يطير عاليا ولا يقاوم، ولكنني سأستمر في البحث عن سعادتي حتى لو كان في صوت ضحكات عابرة. أنت لماذا تنظر إلي هكذا؟ كأنك تنتظر إجابة، لكنني أضعف من هذا بكثير، أضعف مما كنت أظن. لم أعد أستطيع أن أكون ذلك الشخص الذي يرضي الجميع، الذي يبتسم رغم كل شيء. الوقت فات. أو ربما لم يفت تماما. أولاً وضعت كريم الأساس، ما جعلني أبدو مثل الشبح. ثم قررت وضع الكحول، وفي لحظة واحدة أصبحت أشبه بحفيدة الباندا. جاء وقت الكارثة الكبرى. الموسيقى هي لغة النفوس، والألحان نسيمات لطيفة تهز أوتار العواطف، هكذا عرفها جبران خليل جبران. فما رأيكم في استراحة موسيقية بأصوات تلمذية عذبة؟ في إحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني، يتساقط زخات والمطر الأسود في عيني،
مساء وردي الشروفات. أمان 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 في ليال كتمت سر الهوى في الدجى لولا شموس الغرار ملا نجم الكأس فيها وهوى. يا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها. في عصر صدر الإسلام ظهرت حاجة ماسة إلى كتابة القرآن الكريم، ومن هنا بدأ الاهتمام بالكتابة العربية يتزايد بشكل كبير، فتفنن الكثيرون في الخط العربي وأبدعوا فيه، إذ أنه إضافة إلى مهمة حفظ التراث الإسلامي فإنه يبعث في نفس القارئ مشاعر الارتياح النفسي ويساهم في تربية الذوق وشحذ المواهب ورهافة الحس. ولا أدل على ذلك من لوحات خطتها أنامل أبنائنا. نتحدث عن النبأ الذي جاء به من سبأ عن الملكة بلقيس وقومها الذين يعبدون الشمس، فبعث لها سيدنا سليمان بواسطة الهدهد رسالة لدعوتها للإسلام للدين الإسلامي، فأقامت اجتماعا مع قومها لتحليل الرسالة، وعندما عرفت معناها اعتنقت الدين الإسلامي. إن التعبير الهادي والأيادي التي تمسك الوجه تشير إلى شخص يبحث عن السلام. يحدثنا العمل الفني على أن هنالك جمالا حتى في لحظات الصراع والارتباك. فالأحمر يعبر عن دم الشهداء، كما يعبر اللون الأخضر عن الأراضي الخصبة. اعتمدت هذا العمل للتعبير عن دعمي للقضية الفلسطينية. نسأل الله أن يكون في عون إخواتنا في فلسطين. أردنا إبراز ثراء الخط العرب ديواني وجماله، فكتبنا الآية رقم 250 من سورة البقرة. أردنا من خلاله إيصال رسالة دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. لكل بداية نهاية، وها نحن نختتم هذا اللقاء ونتوجه فيه بالشكر لكل من ساهم فيه من قريب أو بعيد من منظمين ومشاركين أبدعوا جميعا وتألقوا.